من ضمن الحاجات اللي كنت فاهمها غلط قبل ما أبقى owner فكرة إن أنت هتشتغل من السهل، يعني ده كان مصطلح موجود عندي، وإن أنت مش هتحتاج إن أنت تتواجد في الagents كتير وإلى آخره وتجيب ناس تشيل عنك وإلى آخره، لأ الموضوع مش كده، الموضوع خاصةً لو أنت ما عندكش الموارد اللي في البداية تخلّيك واقف على أرض صلبة من الموارد البشرية، أو عندك موارد money wise أو عندك موارد مختلفة connections الكلام ده كله، فبتسِد الgap ده بحجم وعدد ومجهود شغل. وبتبقى أنت المطالب للagency أو للشركة بتاعتك إن أنت اللي تعمل الconnection، اللي أنت تصحّح مسار الموظفين لو حصل فيهم أي مشكلة، إن أنت دايمًا تتابع كل التفاصيل، لإن الquality مش شرط إن أنت الquality ترضيك أنت قبل ما ترضي العميل. فاكتشفت إنه لأ، ال ل ل لو أنت business owner فاتح من غير موارد كتير، فلأ أنت هتتعب لنا شويتين 3 في البداية أول كام سنة كده، لغاية ما شركتك تُقف على رجلها، وبعد ما شركتك تُقف على رجلها مش عارف هتعرف تسيبها إمتى، وهتسيبها لمين، وهتسيبها لمدة قد إيه.